أصحاب الكهف كانوا هربانين من ناس ظلمة، ودخلوا كهف وناموا فوق 300 سنة، ولا عرفوا حصل للظالمين إيه ولا الظالمين عرفوا حصل لهم إيه. وبعد 300 سنة صحيوا لقوا نفسهم في زمن تاني، فعرفوا إن ربنا نجاهم بإن نيمهم كل العمر ده. طب حصل إيه للي ظلموهم؟ ربنا ما قالش ولا نعرف مصيرهم، ولا اتقال أي كلام عن اللي ظلموهم في الآيات. وغير كده اللي ظلموهم دول ما حضروش حاجة وما شافوش معجزة ربنا في أهل الكهف. فالقصة دي مش عبرة حتى للي ظلموا، القصة دي عبرة لينا إحنا، إنك مهما اتظلمت أو شفت من بشر في الدنيا فما تفتنش أبدا بفكرة هو ربنا سايب الظالم وما حصلوش حاجة ليه. الدنيا مش دار جزاء، فخلي عندك يقين في عدل ربنا مهما الوقت طال بالنسبة ليك. خليك واثق إن ربنا هيحاسبهم بطريقته مش بطريقتك، وهينجيك لو مظلوم بطريقته برضه مش بطريقتك انت، بالطريقة الأنسب في الوقت الأنسب، حتى لو النجاة دي إنه نيومهم فوق 300 سنة. إحنا بنبتلى وبنتأذى وبنبقى عايزين نعرف الحكمة في لحظتها، وعايزين نعرف جزاء الظالم في لحظتها، ومنتظرين. ربنا في حساباته مفيش زمان ومفيش مكان ومفيش توقعات. عقلنا البشري وقدراته محدودة في إدراك الحكمة والتوقيت، فمش هيوصلنا لأي شيء. دول خلق الله وعبيده، سيب ربنا يربيهم بطريقته طالما استنفذت كل السبل. لو المعنى ده اتملك منك مش هيشغلك حتى إنك تدعي ربنا ينتقم منهم. هتحس ساعتها إن حتى دي مش هتشترطها على ربنا. دمتم بخير.